السلام عليكم. انا جايب شويه سمك بولت اهم قدامكم زي ما انتم شايفين اهو، حوالي كيلو ونص كده. دلوقتي هنمسكه هنضفه الاول وبعدين ارجع لكم تاني. بعدين هحضر الاول البصل زي ما انتم شايفين. انا بقطع البصل اهي بصلتين بالظبط كده على شويه طماطم مفرومين زي ما انتم شايفين في الخلاط اهو. اهو بنقطع البصل. ايوه، اخد البصله التانيه مع قرنين فلفل برضو كوبي يطلع شكلهم حلو وظريف. قطع البصل اهو. اهو عشان نعمل بيهم الصلصه بتاعت السمك ان شاء الله. ايوه تمام كده، قطعنا البصل. ناخد قرنين الفلفل زي ما انتم شايفين اهو، مقطعوهم برضو كده. ايوه، واللي بيحب الفلفل مثلا حامي ولا حاجه يحط قرنين فلفل حامي كده يعني ان شاء الله. اهو قطعنا الفلفل كمان وقرن فلفل اهو زي ما انا قلت، قرن حامي مثلا عشان ما يبقاش فيه كتير في الحامي يعني. هنحطهم على جنب واللي عاوزهم ياخدهم بعد كده. واهو السمك زي ما انتم شايفين اهو، بنقل السمك. معلش انا بقدر امسك السمكه بايديا، في ناس تانية ما بتقدرش تمسكها يعني. بس واخدنا دلوقتي اللي هي البصل هنشوحه على النار اهو زي ما انتم شايفين اهو، يتبل شويه بس كده يدبل يعني. ايوه ايوه اهو تمام. واخدنا الصلصه عليها اهي زي ما انتم شايفين. نقلب وهنسيبهم على النار لما يتسبكوا مع نفسيهم كده ان شاء الله. اهو سيبوهم بقى. انا دلوقتي بعمل بابا غنوج، معايا البهارات بتاعته زي ما انتم شايفين اللي هو الكمون وكده اهو. انا بهرسه دلوقتي بالشوكه زي ما انتم شايفين وبالمعلقه. اخد البهارات والكمون. انا بابا غنوج ابو الكمون يعني بيديله طعم جميل يعني اهو زي ما انتم شايفين اهو. بنقلبهم وفرمناهم خالص هم بايدينا يعني كده في طبق ولا حاجه. ايوه نقلبه فيهم نحطهم على جنب. دلوقتي باخد الطحينه. الطحينه ديت على فكره انا جايب كيس ب 2 جنيه يعني، فالكيس دوت انا بديله مثلا 3 4 معالق زيت وبنقلبهم كويس. بتلم معانا الطحينه وبديله الكمون بتاعه، لان الطحينه ما حدش يقول ابوها الكمون اساسا، كمون وليمونه ونقطتين خل. وابدا اضرب فيهم كده زي ما انتم شايفين اهو لما يتلموا معايا. فلما يتلموا معايا انا اديهم ميه اهو زي ما انتم شايفين اهو بوريكم اهي. وهتشوفوا مثلا الكيس ده عمل قد ايه معايا طحينه وكفاني ازاي ان شاء الله. اهو هنديله الكمون اهو. انا طبعا حطيت نقطتين الزيت وقلبت الطحينه اللي انا جايبها. وادي ايه الليمونه اهي بصفايه بتاعت اليانسون بقى اي شيء عندك عشان البذر بس ما ينزلش معاك تحت اهو. وكده كده الليمون والخل بيلم الطحينه معايا اهو. واقلبها. هتشوفوني وانا بقلبها دلوقتي الطحينه اهي بضربها ببعضيها اهي هتلم معايا اهي هتلم معايا ما تقلقيش يعني ما حدش يقلق لما تتلم مع الطحينه. وبعدين بالشرط ان انت تسخن ميه سخنه مثلا عشان تحلها بيها، لا ميه ساقعه عادي يعني، ميه من الحنفيه زي ما بيقولوا مثلا. اهي اتلمت معانا الطحينه زي ما انتم شايفين اهي. انا بديها الميه اهي سنه سنه كده وابدا ايه اضرب فيها تاني هتفك معايا تاني.
وهتدي هتعمل لي كميه كويسه يعني. اهو اديها سنه سنه ميه كده واضرب فيها برضو زي ما انتم شايفين. اهو اهو. على فكره في ناس بتحط شويه دقيق وكده زي المطاعم وكده يعني. اللي عايز يعمل كده يعمل، واللي يعمل بالكيس اللي هو بيجيبه ده عادي اهو زي ما انتم شايفين اهو الكيس اهو بسم الله ما شاء الله. بص يعمل معايا قد ايه، وهقلب عليه على البابا غنوج كمان، وهيتبقى معايا طحينه كمان للاكل ان شاء الله. اهو اهو زي ما انتم شايفين الطحينه هنديها برضو سنه ميه تاني يعني. كل ما تتقل معايا اديها سنه ميه واحل بكيس بسيط او الكيس اللي هو الكيس الطحينه ابو 3 جنيه ده او ب 2 جنيه يعني. اهو اهو بصوا السمك بتاع الطحينه عامل ازاي. نقطه ملح، ما بكترش الملح في الطحينه عشان هي واخده ليمون وخل. اهي زي ما انتم شايفين اهو السمك بتاعها زي ما انتم شايفين اهو. ده كيس ب 2 جنيه اهو. هاخد منها على بابا غنوج دلوقتي. اهو وضفته على البابا غنوج اهو زي ما انتم شايفين اهو. اهو هتشوفوا عامل ازاي ان شاء الله. واقلب برضو فيها اهي، اقلب اقلب اهو. وبرضو فص ليمون على البتنجان كده زي ما انتم شايفين اهو. اهو احنا كده ايه خلصناها زي ما انتم شايفين. والف انا وشفا ان شاء الله. حاجه بسيطه بتنجانيه ايه الموجود في البيت يعني. اهو سنه ملح برضو واقلبها اهي زي ما انتم شايفين اهو. واللي موجود في البيت نعمله يعني. اخدها واعبيها اهي في الطباق زي ما انتم شايفين اهو. واحلى طبق بابا غنوج اهو بالراحه كده. تمام. واسوي الطبق بتاعي. اسويه وشويه كمون من على الوش، واديله شويه طحينه برضو من على الوش كده لو زي ما انتم شايفين. اخد برضو سن الطحينه اهو، ويطلع معانا بالشكل الجميل ده يعني. وادي السمك بتاعنا الاول بعد ما قليناه زي ما انتم شايفين اهو. وادي التسبيكه اللي انا عملتها ايوه زي ما انتم شايفين اهي. تسبيكه بقرنين فلفل كوبي بقرنين فلفل حامي هتطلع معاك بالشكل الجميل دوت يعني اهو. اهو زي ما انتم شايفين في الاخر كده طبق السمك طلع معانا شويه الصلصه بتوعه بقرنين الفلفل شكلهم باينين وحلوين اهم. تمام. وادي شويه رز كمان اهو. وادي الطحينه اللي قلت عليها بعد ما عملت بابا غنوج اتبقت معايا الطحينه دي برضو. ده بالكيس كله اللي انا قلت عليه يعني. ازاي تزودوا انتوا عرفتوا ازاي تزودوه يعني. وشويه سلطه حلوين وهو زي ما انتم شايفين وهنقضوها النهارده ان شاء الله. وعملت طبق طبعا تاني اللي هو بابا غنوج اتنين عشان احنا طبعا
يعني عيله كبيره شويه اهو في العدد يعني. وشويه السلطه الجمال اهم. وادي السمك زي ما انتم شايفين.